نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي هنجاوب على التعليقات اللي جت في الفيديو الاخير، وزي ما انا قلت لكم الفيديو لو كان وصل ل1000 لايك كنت هنزل في الفيديو ده طبعا اكتر من 40 اسم زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، ولكن انتوا مش مساعديني بصراحه. لو ساعدتوني ان انا يكون في الفيديو مشاهدات كويسه، ان انتوا يعني تشاركوا الفيديوهات مع اصحابكم، والكلام ده هنزل اكتر طبعا من 40 اسم عشان الناس كلها تسمع اسمها ومبقاش متاخر عليها. اسمعوا وركزوا، لان في ناس في الفيديو اللي فات قالت لي ان انتي ما نزلتيش اسمنا، رغم ان انا جاوبتهم في تعليق عام وقلت لهم اسمكم في الفيديو، وجم في التعليق قالوا انت مش اسمنا مش موجود. ازاي مش موجود؟ الله اعلم، معرفش، انتوا بتجروا الفيديو وعايزين اسمكم تسمعوه خلاص. يا جماعه ركزوا كويس في الفيديو، شوفوه من الاول للاخر، لان انت تجري الفيديو فكده مش هتعرفي تسمعي اسمك ولا اي حاجه. هنبتدي دلوقتي بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اجمعين. واول حساب معايا سبريت رانكل مكتوب بالانجليش. ازيك يا حبيبتي؟ طبعا انت عامله ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هو الست اللي انتي سألتي عليها دي او قلتي اسمها في التعليق هي كويسة، بتحبك، نواياها جيدة يعني من ناحيتك، ما تقلقيش منها. بس بعد سنين طوال هيكون ليكي مشروع خاص بيكي انتي، يعني لسه بدري، مش السنين الجاية دي، لا لسه بدري. انتي هتقفي على رجليكي واحدة واحدة، وبعد كده هتلاقي نفسك بيبقى ليكي مشروع خاص ليكي. حساب رافع حاجبه عن الرجوع، مفيش رجوع. حساب طه العبيدي عن الاسم، هو في تلبس عندك، هو اللي معرقل شوية حاجات في حياتك حاليا. مفيش جواز من حبيبك، ولكن احتمال بسيط حاجات تتغير بعد العلاج. يعني بعد العلاج احتمال يكون هو من نصيبك، واحتمال يكون من شخص تاني، دي مش واضحة قدامي بصراحة. ولكن حاليا قبل العلاج مفيش علاقة ما بينكم، يعني مفيش جواز ما بينكم. علاجك هو صورة البروج، هتكتبيها في ورقة وهتخليها في مية وتشربي منها تاني يوم لمدة اسبوع. بعدها بقى تشوفي بقى احساسك اذا كان بيوصلك ان انت تكملي مع حبيبك او تبعدي عنه وتكملي مع حد تاني. حساب حسن فالح عن الدراسة، في نجاح السنة دي في الدراسة بإذن الله. حساب مريم محسن مكتوب بالانجليش، بتقول عملت عملية تلقيح، هل في حمل؟ هو في بعد فترة قريبة ان شاء الله هتسمعي بخبر الحمل. حساب ورد الجوري عن الحمل، في حمل هيتم ان شاء الله قريب. حساب واي بي يو بي عن الاسم، مفيش جواز السنة دي ومفيش عندك اي سبب لتأخير الجواز. حساب علي عن الرجوع، مفيش رجوع. حساب هدوء البحر عن الزواج، مفيش اسم الجواز ما بينك انت وشخص رسلتي اسمه. حساب مكتوب بالانجليش SKHGALMSS زي ما مكتوب كده قدامكم عن الزواج، هو في زواج ليكي قريب، خطوبة يعني. حساب هداوي هدى او هداوي هدى عن الاسم، اسمتك يا حبيبتي متعطلة بسبب ان في عندك سحر قديم وتلبس كمان، يعني الاتنين مع بعض عاملين لك لخبطة في حياتك وعرقلة من ناحية الجواز. علاجك هو صورة الزلزلة والبروج، هتكتبي هما الاتنين في ورقة. الورقة دي هتخليها جوه ازازة مية، هتشربي منها لمدة 21 يوم. اسمتك احتمال تكون السنة الجاية مش السنة دي، هيكون شخص من اقاربك. حساب علي عن الاسم، الاكونت ده غير الاكونت بتاع اللي انا قلته من شوية، يعني ده حساب وده حساب ولكن نفس الاسم. حساب علي عن الاسم، هو احتمال يكون فيه ليكي خطوبة قريب. حساب فاطمة HASSOU مكتوب بالانجليش عن الزواج، في زواج ما بينك انت والشخص اللي انت قلتي عليه. حساب شيخ السلف عن الزواج، هو جوازك هيكون من الشخص اللي اسمه خالد، لان انت رسلتي اسمين في التعليق. الشخص اللي اسمه خالد هو اسمتك في الزواج. تقريبا الجواز ما بينكم هيكون السنة الجاية، او اول خطوة تخطوها هتكون السنة الجاية. اما الشخص اللي اسمه علي فده شخص كذاب، بيضحك عليك، عايز يتسلى بيكي مش اكتر، فاحذري منه يعني. حساب مقتدى مهدي عن الاسم، في زواج ما بينكم. حساب سارة مروح مكتوب بالانجليش عن الرجوع، مفيش رجوع.
الشخص اللي انتي رسلتي اسمه ده مش بيحبك، هو مش صادق معاكي. حساب خيرة مجانية، نسألكم الدعاء. عن الرجوع مفيش رجوع. حساب الحياة سراب، عايزة مواصفات شريك حياتها. هو هيكون شخص غريب مش من العيلة، يعني هتعيشي في بيت اهله معاه. هيكون في بينكم اطفال متوسط الحال ماديا، احتمال يكون في مشاكل دايما بسبب وجودك في بيت اهله. المشاكل العادية اللي هي بتحصل ما بين الاقارب وبعضهم كده يعني. حساب الوردة البيضاء عن الزواج، هو مفيش اسم زواج ما بينك انت والشخص اللي انت رسلت اسمه في التعليق. حساب محمد فويد عن الوظيفة. الوظيفة احتمال تكون في منتصف السنة الجاية مش السنة دي. عايزة اتوقف بس عن الحتة دي واقول حاجة، ان في واحدة اكاونت يعني بس مش فاكرة اسمه، بتقول يعني انت حطمتي احلامي، انت حطمتيني لما انت قلتي ان انا مفيش وظيفة ليا. حبيبة قلبي، هي خيرتك طلعت كده، انا مش بقول اي حاجة بمزاجي. فحكاية تحطيمك او انا حطمتك والكلام ده، ف يعني انا ماليش يد فيه. مش معقول يعني انا دلوقتي هكون داخله لجنه الامتحان وانا مذاكره كويس وبعد كده الاقي الدرجات بتاعتي تحت خالص. ارجع للاسماء. حساب مومو سعيد او مومو سعدي، مكتوب بالانجليش عن الرجوع مفيش رجوع او مفيش جواز ما بينك انت وهو. حساب بحر الاحزان، في حسابين بحر الاحزان. الاكونت ده بحر الاحزان اللي هو فيه صورة. السؤال عن صحتها، طبعا صاحب الحساب هيكون عارف السؤال اللي هو بتاعه. بحر الأحزان عن صحتها، في تلبس قديم عندك يا حبيبتي، هو تعبك نفسيا وصحيا ومعطل جوازك كمان بيكون في أحلام مخيفة، شوية لخبطة في حياتك بسببه. ده علاجه صورة البروج، هتكتبيها في ورقة وهتخليها في مية وتشربي منها لمدة 14 يوم ورا بعض. بعدها تتيسر امورك باذن الله، واحده واحده هتجيلك اسمتك. حساب بحر الاحزان برضو، ولكن الاكونت ده عليه رقم ب، سوري حرف الب الاولاني. الاكونت الاولاني كان صورة بحر الاحزان ده ب. طبعا هي بتقول ايه نهاية علاقتنا، الشخص ده مفيش جواز ما بينكم. تمام. حساب ليا عن الرجوع، في رجوع ما بينكم ولكن هيطول شوية مش قريب يعني. حساب يا رب عن الزواج، مفيش جواز السنة دي ومفيش عندك سبب لتأخير الزواج. ربما يكون ليكي نصيب السنة الجاية بإذن الله، والله أعلم. حساب أفراح عدنان غافل عن الرجوع، مفيش رجوع. حساب رفل أحمد بتقول ان هي معيدة بالسادس اعدادي، السنة دي طلع معدل اقل من السنة اللي فاتت وظلموني، قدمت اعتراض. هو انت يا حبيبتي هتاخدي حقك باذن الله، ولكن ده يلزمك شوية صبر، يعني هدي ماما وهدي نفسك وان شاء الله ربنا هيوفقك. حساب مكتوب بالانجليش AKCIL وزارة عن الحمل، مفيش عندك حمل السنة دي، ومفيش عندك سبب لتأخير الحمل، يعني لما ربنا يأذن بحملك هيكون، دي حاجة بتاعت ربنا. حساب شروق عن الاسم، في زواج ما بينك انت والشخص اللي انت قلتي عليه. حساب KFN ND عن الزواج، حبيبة قلبي في تلبس عندك قديم معطل جوازك، كل ما حد يجي يتكلم عليك يروح وما يرجعش تاني. خنقة، وساعات بتجيلك حالات اكتئاب، انت تبقي مش عايزه تكلمي حد وتبقى عايزه تقعدي لوحدك في الضلمه، عايزه تقعدي لوحدك مش بتكلميش حد، ولا عايزه تاكلي ولا عايزه تشربي، الكلام ده كله بسبب التلبس. حاجات اكتر من كده كمان. علاجك هو صورة البروج، هتكتبيها في ورقة تخليها في مية وتشربي منها لمدة 14 يوم، بعدها هتجيلك اسمتك ان شاء الله. هو هيكون شخص من العيلة من اقاربك، يعني هيحبك، هتعيشي معاه في بيت اهله. بعد الجواز ان شاء الله هتكوني سعيدة معاه وبدون مشاكل، ويا رب دايما بالسعادة. وده كان اخر اسم معايا. طبعا لو عايزين اسماء تقدر اكتر من كده، حاولوا ان انتوا تشاركوا الفيديوهات مع اصحابكم واصدقائكم اقاربكم على فيسبوك واتساب، علشان كل ما المشاهدة تزيد كل ما هنزل اسماء اكتر باذن الله. وطبعا مش هبقى متأخر عليكم، الناس اللي بتقول اتأخرتوا كده. فده كان اخر اسم معايا دلوقتي، واستنوني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.